السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده يا رب. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذه الوصفه الجزائريه بسله موسو بذوق الليمون الحشيشه والبنينه اللي تجي بمقادير بسيطه، واهم شيء انها طريه. انا درت عبر غير تاع 250 غرام، قطع لي اكثر من 34 حبه، وقلت لكم الطراوه تاعها تجي ما شاء الله. ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفه، يعني اعتمدت على الوصفه الاصليه ما بدلت فيها حتى حاجه. وقبل ما نبدو في لا فيديو اللي هما مشتركات جداد، ما عليكم غير تابونوا للقناه تاعنا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والوفياتي الاعزاز ما تنسونيش بالجيم والبارطاج. نبدو على بركه الله في المقادير. هنا اول حاجه نحتاجو علبه صغيره تاع مارغرين اللي هي 250 غرام، نحطوها تكون بدرجه حراره الغرفه يعني طريه، ونزيدوا عليها نصف كاس تاع سكر ناعم. هنا اللي بغات تعبر بالمغرف جاتني 4 مغارف تاع سكر ناعم، ونزيدوا عليهم مبشور تاع حبه تاع ليمون. هنا نكثروا الكميه تاع الليمون باش يجي الكو تاعها فيها، ونزيدوا تاني عطر الليمون الاكستري تاع الليمون. هنا غادي يعطينا ذوقا ولونا، يعني الحبه تاع البسله موسو تجينا صفراء من الداخل. وهنا نحتاجوا تاني الصفار تاع البيض، يعني ما نحتاجوش البياض، نحتاجوا 3 صفار بيض. حطيت الاولى، نزيد الثانيه ونزيدوا الثالثه، يعني في 250 غرام نحتاجو 3 صفار بيض. ونحتاجو هنا تاني نصف كاس تاع جنجلان كنت حمصته شويه ونرحوه ماشي كاع غبره، يعني شويه متوسط كيما راكم تشوفوا فيه. نحطوه تاني مع المكونات ونزيدوا القرصه تاع الملح، ونبدو نخلطوا كاع دوك المكونات مع بعضها. الدهان والسكر والجنجلان والصفار البيض كلشي مع بعض نخلطوهم حتى اللي تولينا الخليط كريمي، يعني كي البوماد. شوفوا هنا اللون تاعها كيفاش تغير. وهنا تاني نحتاجو نصف كاس تاع مايزينا نشاء الذره، قلت لكم تاني تجينا 4 مغارف، يعني 4 مغارف سكر 4 مغارف تاع مايزينا. ونخلطوا تاني ديك المايزينا في داك الخليط حتى اللي تدخل لنا غايه. هنا سيبو وقفت الباتر، شوفوا الخليط تاعي كيفاش ولا اللون تاعه شويه فاتح. غادي نبدو نضيفو في الفرينه تاعنا بالتدريج، ونزيدو معاها مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه. يعني في 250 غرام نديرو مغرف صغيره، اذا درتو 125 ديرو غير قرصه. ونبدو نلمو في العجينه تاعنا غير بشويه، يعني الفرينه نقعدو نديرو عينه هي ميزانه. نبقاو نضيفو في كل مره حتى اللي تنجمعنا العجينه تاعنا. انا غادي نسرع لكم فيديو باش نوري لكم القوام تاع العجينه. انا هنا مازال خاصها فرينه، غادي نقعد نضيف بالتدريج حتى اللي تنجمع لي العجينه تاعي. هايدي هنا العجينه تاعنا بعد ما نجمعتنا، يعني نخليها طريه، ما هي يابسه، ما هي طريه حتى اللي تنحل لنا في الفوغ. ونجيبو نخدمو حربوش كيما راكم تشوفوا، يعني السمك تاعه يكون متوسط. ونبدو نديرو في المقروطات غير هكا بالسكين. هنا نخلو قيس 2 صباع، ونبدو بهذيك الحبه نديرو نحطوها على الاخرى باش كاع الحبات يجونا على قد، غير بهذه الطريقه. هنا غادي الحبات تاعنا كاع يخرجونا قد قد. ونسقموا الحبه تاعنا في لي كوتي كيما راكم تشوفوا. نعاونوا رواحنا بالكوبات كيما هكا حتى اللي يخرج لنا الشكل تاع المقروده. كيما هكا نسقموا الحبه تاعنا. هنا في من جهه كنت دايره الفور تاعي حمالي على درجه 180، ونقص له بلا ما وجدت الحبه تاعي وندخلهم يطيبوا. انا نبقى نسقم في كاع الحبه تاعي بهذه الطريقه حتى يدونا الشكل تاع المقرود ويجو او ميم طون بومبي في الوسط. انا غادي نزيد معاكم هذه الكميه حتى لي نعمروا كاع الصينيه تاعنا وندخلوها طيب في الفور.
انا هاودا البلا تاعي راني عمرته، غادي ندخله في الفرن اللي كنت ديجا حميته من قبل كما قلت لكم، ونخلوها طيب لنا، يعني ما تطيبش بزاف، يعني هي تدي اللون شويه ذهبي نخرجوها. هايدي الحلوه تاعي بعد ما طابت لي دات هذاك اللون كما راكم تشوفوا صفر، يعني ما نخلوهاش تحمر وما نشعلوش عليها من الفوق. نشوفوها نشفت شويه نخرجوها. وهنا بجيه كنت موجدت كميه تاع ماء زهر، ماء الزهر العادي، غادي نزيد عليه عصره تاع الليمون باش يجي كما قلت لكم البوصله موسو تاعنا فيها ذوق الليمون بقوه. نخلطوا هذاك الماء زهر مع الليمون ونبدو نغمسوا في الحبات تاعنا. هنا الحلوه تاعنا كانت بردت غايه، يعني درتها الصباح وللمساء جيت نقلاصي فيها. نديروها في الماء زهر تشمخنا شويه، ونحطوها في هذاك البابي تقطر غير واحد شويه، يعني ماشي حتى اللي تنشف من هذاك الماء زهر. نقعدوا نشمخوا في الحبه تاعنا بهذه الطريقه. يعني كيما نديرو التشالك نفس الشيء. شاول هنا غادي نفخوهم غير في الماء زهر. هنا هيدي الحبات تاعنا بعد ما قطرونا غير شويه من هذاك الماء زهر الاضافي، ونبدو نحطو فيهم في السكر الناعم، نشفو غير شويه ماشي حتى اللي تنشف كاع الحبه، وندخلوهم في السكر الناعم. هنا غادي نخلوهم واحد المده في السكر الناعم، واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، غادي نبلعوا عليهم غايه، لانه كل حبه لازم لها وقت باش يلصق فيها هذاك السكر الناعم. نخلوهم هنايا في هذا البول واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، ونعاودوا نولوا باش نسقموا الحبات تاعنا. هنا بعد ما جازت مده قلت لكم 5 أو 10 دقائق، شوفوا انا كنت شويه مقلقه خليتهم غير 5 مينوت، ونبدو نقلعوا في داك السكر الزائد كيما راكم تشوفوا، يعني كيما نديرو تشارك. و ميم طون رانا دايرين في صفايه ثاني شويه تاع سكر ناعم نديروه من الفوق باش يعطينا منظر شباب. شوفوا الحبات تاعنا كيفاش جاتنا متحوفه، يعني السكر ما يطيح ما والو. غادي نزيد نوري معاكم شحال من حبه. نقعدوا خاصه السكر اللي يجي من تحت الحبه ماذا بيكم تقلعوه كاع كيما راكم تشوفوا فيه. نحطه على اليد تاعي ونقعدوا نقلعوا فيه كيما شفتوني، ومن الفوق نزيدوا رشه خفيفه باش ما يطيحناش. هذا مكان يعني وصفه سهله في نص ساعه وانتي درتيها. ديما نقعدوا نفوتوا بالراحه تاع اليد على داك السكر الزائد ونقلعوه كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا تغربيله بالصفايه من الفوق، يعني تجي شكل راقي وبنين. انا غادي نكمل كاع الحبات تاعي هنايا اللي تشوفوها مازال ما لصقش فيها السكر، عاودوا ردوها وزيدوا غربلوا من الفوق حتى لي يلصق بهذا الشكل. وهنا غادي نكمل انا الحبات كاع تاعي ونعاود نولي لكم في صحن التقديم. هنا هاودا البوسولات موسو تاعنا بعد ما خليتها كملت كاع الحبات تاعي ودرتهم في الكيسات. شوفوا كيفاش يجوا مطبوعين وشابين. هنا غادي نقسم معكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا كيفاش جات بيضه وداك السكر ما يطيحش. شوفوا كيفاش جات قلت لكم، وهذاك العطر الليمون غادي يعطي هذاك اللون الاصفر من الداخل. شوفوا كيفاش جات طريه وهشيشه. انا هذا وين كملتها صورتها، يعني كي تبلعوا ليها في اون بواط وتخلوها يعني غادي تزيد تطرى اكثر واكثر. هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش باللايك والتعليق شباب، وخلوا لي رايكم في اي وصفه بغيتوها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر. سلام.